السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والنور والسرور. مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر قناة مجلس ميديا. إن شاء الله راح نكون اليوم معاكم في حلقة جميلة، حلقة إن شاء الله راح تكون لها أهمية بتواجد الإعلامية سرى الجنابي والضيفة المستشارة الأسرية الأستاذة عايشة البيرق. إن شاء الله خلال دقيقتين راح تبدأ حلقتنا، وراح إن شاء الله نكون معاكم على الهواء مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذة عايشة، مساك الله بالخير والنور والسرور. مساء السعادة والتألق أخوي عبد الله، وتحياتي لكم، وإن شاء الله يكون لحظات أو ساعات أو حتى دقائق يعني تكون غنية بالفائدة والأثر الطيب بإذن الله. ماشي، بارك فيك، نورتينا على قناة مجلس ميديا. وإن شاء الله خلال ساعة إن شاء الله راح نقضيها في قناة مجلس ميديا، إن شاء الله تكون مثرية في موضوع إن شاء الله ثري. بإذن الله، شكرا لك وشكرا لأخوي خالد الشحي على هذه الثقة وعلى هذا التواصل، وإن احنا نكون أصحاب أثر وبصمة في المجتمع ونناقش قضايا تهم جميع الفئات. الله يسلمك ويبارك فيك يا رب. وإن شاء الله دقيقة وتشرفنا المذيعة سورة الجنابي لتقديم هذه الحلقة الجميلة. رحب بكل من يتابعنا على اللايف انستغرام وعلى التيك توك على قناة مجلس ميديا وعلى موقع القناة. راح يكون معاكم وتكون معاكم في التقديم سورة الجنابي، وراح يكون في الإخراج الزميل المخرج المبدع خالد الشحي. وإن شاء الله نكون متواجدين معاكم خلال هذه الساعة الجميلة اللي راح تكون إن شاء الله. بإذن الله. الله يسلمك. كل من حاب ينضم معنا ان شاء الله خلال هذه الحلقه، نرحب بالجميع، يا اهلا وسهلا فيكم جميعا ويا مرحبا. عايشة عارفينا بالمسمى ما شاء الله مستشاره اسريه، كلمينا عن الجوانب الاسريه اللي عندك، حتى بس تعريف قبل وصول الساده المشاهدين والضيفه والاعلاميه ايضا. وعندنا ضيوف ان شاء الله حيكونوا معنا سواء يشاركون يثرون هذه الحلقه. حابة إني أعرف بنفسي يعني قصدك؟ نحتاج شوية. ما شاء الله أنت كاتبة ومستشارة وياكم أسرية. وياكم عايشة البيرة، مدرب دولي معتمد من البورد البريطاني، ومستشار أسري، كاتب وإعلامي، حاصلة على أكثر من لقب وجائزة في مجال التربوي والإخراج في المسرح. شخصية أحب أن أكون عنصر فعال في أي مجال أجد فيه ذاتي. شخصية أحب القراءة، أحب التواصل، العلاقات الاجتماعية الهادفة. أحب أني أكون بصمة مشرفة في دولة الإمارات. شخصية تسعى دائما أن هي تكون محل ثقة وقبول من جميع من تتواصل معهم. في بداية مشواري بدأت في مجال التعليم كمعلم لغة عربية، ثم طورت من مجالاتي أنا الأكاديمية وحصلت على الدراسات العليا. حبيت مجال التدريب الصراحة، في تواصل، في كم هائل من الخبرات اللي الإنسان يتعلم منها ويغير فيها مسار حياته واللي محاطين به. أيضا كان لي إصدارين، وإن شاء الله الحين أسعى في الإصدار الثالث، رواية ملهمي ومجموعة مسرحيات للأطفال. وكنت مشارك في عدد من المؤلفات اللي هي تخص الشيخ زايد رحمة الله عليه، مع أكثر من منتدى أدبي. شاركت في مؤتمرات داخل وخارج الدولة. أدرت جلسات لشخصيات قيادية في دولتنا. يعني أقول لك بكل بساطة، أنا من الشخصيات اللي أحب أني أقول الحياة دائما تعلمنا ولا يوجد فيها مستحيل. أستاذة عايشة، الله يبارك فيك ويعافيك يا رب. كلمينا عن عنوان هذه الحلقة. طبعا احنا نعرف ان احنا كبشر، ك
يعني الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة العلاقات الاجتماعية، بداية الكون بأن يبدأ هذا المجتمع بالأسرة. طبعا الأسرة المكونة من زوجين، الزوجين اللي لابد أن يكون لهم دور مؤثر في التعرف على حقوقهم وواجباتهم وحقوق من معهم. وطبعا احنا نتكلم كحقوق أو دور أولياء الأمور في زماننا، طبعا يختلف عن الفترات القديمة أو الزمن أجدادنا أو آبائنا، لأنه كان دور الأم كان معروف في نطاق بيتها. ممكن يعني المرأة لم تكن في نطاق العمل أو الخروج أو غيره مثل الوقت الحالي، وكذلك الزوج كان هو العائل الأول لأسرته والمهتم بجميع التزاماتها. أصبحت الآن في هذه الفترة في نوع من المشاركة المختلفة للفترة السابقة، طبعا اللي من خلالها تغيرت بعض المفاهيم، الأدوار، الالتزامات، المسؤوليات، اللي جعلت لكل من الأفراد الأسرة اختلافات من أسرة لأسرة حسب مستواها التعليمي، حسب مستواها المعيشي، حسب الظروف، حسب حتى المنطقة التي تعيشها. تحس في اختلاف في المدركات في المسؤوليات، ولكن تظل الفطرة، تظل الانطباعات ديننا الإسلامي بأن الرجل هو المسؤول الأول. لكن ممكن نقول الثقافات، الأشياء اللي ممكن دخلت علينا، ممكن حتى طبيعة المستوى المعيشي اللي احنا صرنا عايشين فيه، تفكير أبنائنا بدأ يختلف عن الفترة اللي كنا احنا تربينا عليها، جيل الطيبين. هذه الأشياء كلها جعلتنا احنا كأشخاص نبدأ نفكر مليا كيف لابد ان احنا يكون تعاملاتنا، دورنا، مسؤولياتنا في أسرنا. طبعا كان الأب في الماضي الهم الأول أن يوفر باب الرزق والمسكن والمعيشة والغذاء ويرعى أبنائه، وكانت الأم هي وما زالت هي التي تحاول أن تحتضن جميع أفراد الأسرة من غرس خصال أخلاقيات. كذلك الأب مشارك في هذه العملية، ولكن دوره كان في الماضي يعتمد بشكل كبير على أنه يوفر الحياة الكريمة، وما زال أيضا الآن، ولكن ممكن بعض الأشياء، بعض الأدوار بدأت تتوزع بين الزوجين بطريقة. مساء الخير والعافية. مساء مساء النور النور والسعادة. دكتورة. كيف الحال أستاذة؟ نورتينا. نور حبيبتي، تحياتي لك وفرصة سعيدة. أني لسعد قلبي، تسلمين. الله حياك الله مدينتنا سورة زنابيا، مرحبا وسهلا فيك. وطبعا ارحب الله فيك وارحب يسلمك. بعايشة وارحب بكل الحضور واللي حاب يشاركنا حلقتنا. طبعا ليش المايك سورة، ويا اهلا وسهلا فيكم. نبدا الحلقة. أنا آسفة لأنه قبل شوية ما كان واضح يعني كنت أريد أطلب دعوة بس سبحان الله ما صارت. بس خلينا نبدأ من جديد ونرحب بالجميع. مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع بقناة مجلس ميديا. طبعا كنت قبل يومين ضيفة في قناة مجلس ميديا وشرفت بيهم. أنا معكم سراج جنابي، إعلامية عراقية، راح أكون معكم في قناة مجلس ميديا منا ورايح إن شاء الله. اليوم قناتنا التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي راح يكون عندنا موضوع جدا مهم. هذا الموضوع راح يتناول موضوع حساس، لازم احنا نوعي به وننوه عنه، لأن الجميع يعلم أن زمننا هذا يختلف اختلافا جذريا عن زمن أجدادنا وآبائنا. وبهذا الخصوص احنا مستضافين المستشارة الأسرية الأستاذة عائشة البيرق. أهلا وسهلا بك أستاذتنا، نورتينا بقناة مجلس ميديا. تحياتي لك وشكرا على هذه المقدمة الجميلة، وإن شاء الله يكون تواصلك مع هذه القناة أو هذه
نقول الوسيلة باب يعني أثر وعطاء وخير لكل فئة تستمع أو تحتاج لدعم بإذن الله. آمين يا رب. حبيبتي تسلمي لي. طبعا احنا نعرف انه موضوعنا هو موضوع كلش مهم. موضوعنا اليوم دور اولياء الامور بزمننا هذا. عندنا سؤال يقول ليش تختلف التربية بزمننا، وهل من الممكن انه اني استطيع ان اتبع الطريقة القديمة في التربية، يعني في تربية ابنائنا؟ طبعا الاختلافات واضحة، وكنت يمكن في البداية قبل ما تدخلي كنت أتكلم إن إحنا نعيش فترة انتقالية في جميع الدول العربية والأجنبية. دخول الشبكات، الإعلام، الانفتاح، البلاد أصبحت سواء الإمارات أو أي دولة أخرى من الدول المنفتحة التي تضم أكثر من جنسية، أكثر من ثقافة، أكثر من فكر معين. أصبح أبنائنا ملازمين للأجهزة الذكية التي تبث لهم أفكار كثيرة وقيم كثيرة. لذلك مثل ما قلنا حتى احنا كمستوى معيشي، مستوى فكري اختلفنا تماما عن السابق. فمن الصعب ان احنا نربي ابنائنا على ما تربينا نحن عليه، لأن في نظرهم بيكون هذا نوع من السيطرة، نوع من الفرض، نوع من أنواع التجبر اللي هم ينظرون فيه أنهم يفقدهم صلاحيات الحوار أو الحديث أو التعبير عن النفس. وهذا الشيء ممكن يدخلنا في دوامة الانزواء أو العزلة بعيدا عن الأسرة، وهذا نحن اللي ما نطمح له. لأن إذا ما جينا لواقع أجيالنا الحالية، يمكن أغلب الأسر عودت أبنائها على توفير كل ما تحتاجه، فنشأ هذا الابن على أنه يعيش حياة مترفة. مو بكلهم بس الأغلبية العظمى. لذلك في أي نوع من أنواع يعني أني أنا أطلب منه شيء تربيت أنا عليه أو طبع مثلا أو عادة معينة، ممكن يرفضها بكل بساطة. لذلك إحنا لابد إن إحنا نكون في نوع من المرونة، نتمسك بموروثنا بما تربينا عليه، ولكن بطريقة مستحدثة، بطريقة يتقبلها الابن ويستطيع أن يكون راضي عنها. لأن أي موضوع أنت بتاخذيه من باب الرضا، من باب الراحة النفسية، من باب القناعة، سوف يكون عادة ممارسة في حياة هذا المراهق أو هذا الطفل أو هذا الابن، أو حتى علاقتي أنا مع زوجتي أو أي حد من أهلي. لكن إذا جيت وقلت له لا أنت بتتربى مثل ما أنا تربيت وما ترفع صوتك ولا تعبر عن رأيك أو تتكلم أو غيره، طبعا بيكون في قناعته رافض لهالشيء. ممكن يبدي بالرفض بالصوت، ممكن يبدي بالسكوت، لكن للأسف بيلجأ لجهات تخليه يتمرد، تجعله إما سلبي، إما أن يكون شخص عدائي، إما أن يكون شخص مهزوز وتابع، وهذا ما لا نطمح له في المستقبل. أستاذة عائشة، ما نعم أدري أستاذة لأنها ما تسمع الصوت، فحتى بس لما تسمع الصوت نكمل السؤال. طبعا أكيد اليوم يعني في فرق لما واحد يقول والله التربية قبل كانت غير، لأنه قبل كان الأب يربي، العم يربي، أيوة. الأم تربي، الكل كان يربي، وكانت الأمور ماشية صح. يعني حتى الولد كان يخاف يطلع من البيت، ممكن يشوفه عمه يارهم، كل حد يشوفه. اليوم صار الوضع ثاني، لأنه اليوم صار التليفون يربي، الأجهزة تربي. أيوة. فش وبعدين حط ببالك أخوي عبد الله، صرنا يمكن بعد أزمة كورونا شوية الأسر متباعدة في تواصلاتها، قليلة في يعني قربها من بعضها البعض. صارت مثل ما قلت الأجهزة الذكية هي تعرفهم وهي تعلمهم، وللأسف يمكن باب الحوار صار معدوم عند بعض الأسر، فأصبحوا الأبناء يقلدون ويرددون ما أعرف إذا أشياء تسمعوني لو لا. جميلة. تفضلي سارة. الصوت مسموع، تفضلي. تسمعوني؟ المهم تسمعوني لو لا؟ نسمعك سارة. الحمد لله. أنا طبعا ما عرفت الإجابة من حضرتك، بس أكيد المستمعين والمتابعين سمعوا.
خلينا إذا كملتي بين السؤال الأول، يعني الاختلاف أكيد موجود اختلاف، صح؟ أكيد الاختلافات موجودة، سواء من الناحية الأكاديمية، المادية، الثقافية، مستوى المعيشة، دخول مثل ما قلت لك جنسيات مختلفة في كل دولة، ثقافات متعددة. طبعا لذلك لابد أن يكون في دور للأسرة، ولكن دور مرن مش دور فرض. تو أخوي عبد الله يقول إن إحنا أصبحنا يعني حتى أبنائنا قليلي التواصل، لأن بحكم الأجهزة الذكية أصبحت هي المسيطرة، الهوس في التقليد والترديد من غير وعي. ولكن ما زالت بعض الأسر يمكن غافلة عن هذه النقطة، لكن الأغلبية مدركة. ولا ننسى دور المؤسسات الحكومية التعليمية والمراكز الأنشطة، ترى لها دور كثير في التوعية، وحتى الإعلام الهادف. والدليل إحنا نشوف المواضيع اللي نناقشها حاليا كلها مواضيع إحنا هدفنا منها نوصل رسالة. ليس كل ما ينقل أو ينشر يستحق منا التأثير أو إن إحنا نردده. لذلك لابد على الأب والأم يكون يعني أوكي، إحنا نعطي لأبنائنا الحرية، ولكن ليست الحرية المفرطة التي ممكن تأثر في سلوكياتهم، في أخلاقهم، ممكن في المستقبل تجعلهم مهزوزين أو تابعين أو مثلا عدائيين أو مثلا يعانون من حالات نفسية، لأنهم الهوية غايبة عندهم، مش عارفين هم بالضبط ماذا يمارسون أو ماذا يفعلون أو ماذا مع من يتكلمون. لذلك احنا يوم نتعامل مع شلون نعالج هاي المشكلة؟ يعني أكثر هسه الأطفال والأبناء متواجدين عبر شاشات، يعني النهار كله على الشاشة مال الآيباد أو الجوالات. فيعني إحنا شلون نقنن الوقت ونخلي وقت محدد لهذا الشيء ووقت للحياة الاجتماعية يعني العادية مثل ما نقول؟ شلون نعالج هذا الشيء؟ شوفي، الطبيعي سورة حبيبتي أن الأسرة الحكيمة أن هي تكون يعني ضابطة الأمور، ولكن مش من ناحية شدة أو عنف أو تعنيف أو عقاب أو غيره. أنا أعطيك الجهاز، لكن أنا واثقة أنت بتدخل مواقع مفيدة، أني أنا محطية لك مثلا برنامج يعرفني الموقع اللي ابني إذا كان طفل ما مدرك مع منو بالضبط يتواصل وشو نوع التواصل. ذكاء الأم أو الأب، أنت كنت اليوم مع منو، تكلمت مع منو، شو كان حواركم، شو كان موضوعكم، صديقك اللي في المدرسة أو حتى جارك أو هذا إيش صار الشيء. الحوار هذا يعني يخليه متابعة. أيوة، المتابعة والإشراف الدائم، لكن مش من باب التحقيق، من باب أني أنا أكون. إحنا الآن في علاقاتنا كآباء وأمهات أصدقاء لأبنائنا مقربين. جميل أن تكون علاقتي مع ابني وبنتي كصديق يصرح له ويثق فيه، أفضل من أن يبحث عن الخارج، لأني أنا لا أضمن غرباء كصديق كيف سوف يكون يعني تأثير عليه، أو ماذا سوف يمنحه من فكر معين أو من حتى توجيه معين. لأن ساعات للأسف بعض أولياء الأمور يعطون جزء من المعلومة أو الخبرة ولكن ناقصة، وهي الطفل أو المراهق في سن معين يكون عنده فضول، طب ليش ما قال لي التكملة، كيف إذا إحنا أتصرف. محتوينا الطفل أو الابن راح ينجرف، راح يعني يحط ثقته بالآخرين وأهله لا يعوفهم على جنب. فشلون إحنا نعزز هاي الثقة من خلال قربنا يعني؟ أيوة، إحنا كطرق ناس يعني واعية وفاهمة وواصلة لسن معين. جميل أن الأم والأب يعطوا لأبنائهم فن التفويض، يعني إعطائهم فرصة لماذا أني أنا أخلي هذا الشخص اللي وياي ابني أو بنتي عندهم مهمة معينة. مش مشكلة أنهم يعني أخفقوا فيها أو فشلوا فيها، لكن فرصة المحاولة تعطيهم التحدي مع أنفسهم، الثقة في أنفسهم أنهم قادرين على التغلب على أي عقبة. إذا كان مثلا عنده نوع من الخجل، إذا عنده تردد، إذا كان عنده حالة نفسية من مثلا التواصل مع الناس، اختيار قرار معين، هذا الشيء يجعلنا في المستقبل إحنا عالجناه بطريقة تدريجية.
تزرع فيه الثقة، إلى جانب إحنا ما نقيده إنه بس محصور في البيت معاي أنا وأم وأبوه مثلا والجهاز لا، مثل ما قلتي لازم هذا الجهاز له وقت معين، لكن لك أنشطتك، مواهبك، ثقافتك، تعبير عن نفسك. حلو إن الأسرة تخصص وقت للحوار، للنقاش في موضوع معين، في قضية معينة، في مسلسل، في أي شيء، عشان هذا الابن يكون عنده الشيء اللي مثلا غيره فاقدنه. يعني احنا نلاحظ في المدارس اغلب الطلبة يوم تيجي تتعاملي وياهم يقول احنا ما حد يسمع لنا، احنا ما حد يحس فينا، احنا ما حد يكلمنا، ما حد يحضننا. يعني انت مجرد بس ترتبي على الابن او البنت وتحاولي تحضني او تلميه، تحسسيه بالامان. مو بلازم ترى التعاملات دائما مادية للأسف. صار في هذا الزمن أغلب الأسر الحين سورة حبيبتي نفذتي بشريتش اللي أنت تحبيها، إذا أنا ربطت حبي وعلاقتي بمقابل، وهذا أسوأ شيء في الحياة. لما يكبر هذا الطفل أو هذا المراهق إذا ما كان في مردود فعلي لن يقوم بهذا الفعل، لأنش أنت أنشأتيه على هذه الطريقة. لذلك دائما أنا أقول عودوا أبنائكم أن مشاعرهم تكون عفوية طبيعية بلا مقابل بلا طلب. يعني هو بماذا يشعر يعبر، كيف يؤدي وفق أن أول شيء في كل شيء من الله سبحانه وتعالى. ودائما دائما دائما احنا في تربيتنا لأبنائنا حتى لو اختلفت الأزمنة لازم نقول أن معاملتنا فقط لله، سواء في الخير، سواء في خسارة، سواء في أي أمر من أمور الحياة، الفشل، المصيبة، هذا كله يجعلنا في النهاية نشعر براحة نفسية. حتى الطفل يكون عنده قناعة، يكون مقدر أن أي حدث يمر في حياته لحكمة هو يجهلها، ولكن في المستقبل سوف تكون له خير. هاي القناعات نزرعها بيوم يطلعوا أبنائنا للمدارس، للمؤسسات، لممارسة أنشطتهم، هم عندهم ثقافة لا يستطيع أحد أن يغزوها أو يجعلها في مجال الضعف أو الخلل. لذلك دائما ننصح أولياء الأمور اعطوا استراحة لأنفسكم بالجلوس مع أبنائكم، سمعوا لهم، حاولوا تعطون فرصة أنهم ياخذوا قرار وياكم. زين، احنا نشهد بأيامنا هذه دائما حالات من التنمر على الأطفال. يعني الطفل إنه يرجع من المدرسة أو يرجع من مثلا مدينة ألعاب اللي هو أو تحت البناية مالتهم يلعبون أطفال، فتشوفين إنه الطفل دا يعاني من التنمر. يجي على أمه مثلا يقولها ماما هذا الطفل قال لي إنه أني سمين، أو مثلا عندك عينك فلان شي بيها أو أنفك فلان شي. فإحنا شلون نعالج يعني وننطي ثقة للطفل ونقول له إنه هذا الشي يعني شلون يرده أو شلون نعالج يعني هذه المسألة، مسألة التنمر. هنا دور الأب والأم في حالة تواجد أي مشكلة يعاني منها الطفل، سواء يعني بالضرورة أن يكون الشكل الخارجي باب التنمر، ممكن تكون عنده مثلا نوع من أنواع الأشياء اللي هي الجسدية، اللي هي ممكن تأتأة، ممكن عنده حركة في إيده، في أعصابه، في البصر، حركة في جسمه، عنده خلل خلقي، أي خلل خلقي أو غيره. أنت كولية أمر، أو حتى ممكن بعض الأطفال حركة حتى المشي عندهم تكون فيها صعوبة. أنا قبل ما أطلع ابني للعالم الثاني اللي هي المؤسسات الثانية أو حتى المجتمع، لابد أني أنا كشخص أزرع الثقة في نفسه، وأكد له أن ما يمر فيه في حياته هي ترى ممكن تكون مرحلة عابرة يستطيع أن يتجاوزها، أو يكون شيء ملازم له لابد أن يتأقلم ويحبه. لذلك إذا أحب الإنسان نفسه بغض النظر عن جانب القصور، سيرى أن أي تعليق، أي ملاحظة من أي شخص
كان صديق أو شخص متنمر لن تؤثر فيه. لكن إذا أنا طلعته على هالمجتمع وأنا ما معرفة إن هذا مثلا أنا أقول مثلا لا قدر الله أصيب طفل مثلا بالعمى، أنا أخليه يتعايش مع هذه الحالة بأن شيء الله كتب له، وأنك لازم تتأقلم، وعندك أشياء معينة لك. في حالة تنمر دائما لازم يكون عندك ردود ليست بالصوت العالي، ولكن ردود قوية مؤثرة تجعل المتنمر لا يكرر هذا الفعل. وفي نفس الوقت أنت كشخص تجدين داخلش أنت يعني صاحب القضية ثقة أكبر من السابق. وبالعكس يمكن بعض الحالات الذين يتنمرون يمتلكون مواهب يفقدها هؤلاء المتنمرون. لأني أنا أنا قبل كم يوم تقريبا كانت عندي صديقة، فبنتها شوية عندها قصر بالعين، فتخاف أو ما تريد تلبس النظارات. فكانت تعاني إنه شلون تلبس النظارات، تلبس النظارات بالمدرسة. فبعد يوم أو يومين أو 3 أمها أخذتها للمعلمة، قالت لها إنه لازم تلبسين النظارة. فالمعلمة شو مسوية قبال الصف؟ إنه مصفقت لها وقالت لها البنية هذه إنه خير مثال للقوة، يعني مشجعة على صحتها. أيوة، وتعطيها طاقة إيجابية دائما. شوفي إحنا يعني البنية مكيفة بالنظارات ولابستها، وقالت أنا المعلمة خلتهم كلهم يصفقوا لي. أيوة. خلت لهم عشان شي صورة. أنا شو قلت لك، أنا الحين أنت كرب أسرة، أنت يعني قدراتك العقلية، مفهومك، خبراتك، هذا الطفل أو هذا المراهق يفقدها. فأنا الحين يوم بي أقول أنت لا تملك الإبصار، ولكن تملك الشعور والإحساس بمن حولك. أنت عندك قوة قلبك الذي يعني يدرك ما يسمعه. ممكن فقدت البصر، ولكن أنت تعيش في عالم لا يستطيع أحد أن يعيشه. لذلك أنت تستطيع أنك ترسم عالم جديد بمدركات جديدة، بهيئات وأشخاص. يعني مثلا أنا لو كنت شخص لا أملك الإبصار، لكني أنا أرى صورة في نظري يعني كشخص جميل. يعني حتى ممكن أنا ما عمري مثلا شفت الألوان، لكن أستطيع أن أوصفها وصف بما أشعر به، فأشعر بالراحة. وهذا الشيء اللي احنا نحتاجه. احنا نحتاج ان احنا نعلم أبنائنا ان مهما كان عندنا قصور، سواء كان جسدي أو نفسي أو عقلي، ليست آخر المطاف وليس عيب، وإنما سبحان الله تحدي يريد الله سبحانه وتعالى أن يمتحن فيه عباده. ولأنك قريب من الله أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلك بهذه المحنة دائما يعني قريب من الله سبحانه وتعالى. دائما احنا يوم نقول لأبنائنا هالشيء سبحان الله تحسي براحة نفسية أنت كولي أمر والابن نفسه. فبعد ذلك أي موقف يمر عليه لن يتأثر، وإنما سوف يكون يمكن قائد لمن معه. يمكن في بدايات التواصل دائما يكونوا متنمرين، ولكن عندما أثبت أنني قائد صاحب قرار صاحب عزيمة، أجعل من تنمروا هم رفقة لي. وايد صارت هذه في حياتنا، سواء كنا كبار أو أطفال أو مراهقين، كنا نساء أو رجال. لذلك إحنا دائما لا نبصر النقطة السوداء في الورقة، ولكن نبصر اللون الأبيض الذي يسود هذه الورقة. لأن سبحان الله إذا أبصر الناس نعم الله عليهم من خيرات، ممكن البعض لا يدركها. وهذا لأن سبحان الله يا إما جحود، يا إما إن انشغالات، أو ربما عدم تركيز على الجانب الحسن في الصورة، فيجعلنا نفقد هذا الشيء. ولكن الجميل إن إحنا وإحنا نتأمل حياتنا دائما نحمد الله عليها، لأن سبحان الله هاي كلمة الحمد لله تزرع في داخلك أنت كشخص الثقة، تجعل ابنك واثق أنه عنده سند، عنده ظهر، لا يخاف. وهالشيء اللي احنا نريده، أن عندما يلجأوا أبنائنا يلجؤون لنا، بغض النظر كان زمان القديم أو الحديث.
في ظل كوكبة التكنولوجيا، ولا في خلاف؟ يعني حلو إن تزرعي بينش وبين بناتش علاقة الصداقة، يكونوا بصراحة السند جدا والظهر. وافي وجميل ما شاء الله أستاذة. طبعا معانا هواية مداخلات ومن ضمنها دكتورة إيمان. تفضل. دكتورة إيمان نورتينا، إليش المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظكم. مداخلتكم طبعا، والموضوع اللي عم تحكوا فيه موضوع جدا مهم، موضوع التنمر على الأطفال في المدارس، شيء يعني نتفق. محزن جدا. ولكن مثل ما حكت المستشارة عائشة، فعلا يعني دور الأم والأب، وقبل الشيء دور المدرسة أو المعلمة في المدرسة له دور كتير كبير، لأنه الطالب دايما متعلق بآنسته، فكم آنسته هي بتشجعه، بيرجع هو فخور بنفسه قدام أهله حتى. أكيد. فموضوع التنمر عن جد لازم له حل. والأصل بالشيء مثل ما تفضلت السيدة عائشة والست سرى، إنه نقوي شخصيتهم، يعني إنه أنت ما فيك شيء ناقص، شيء طبيعي. يعني أنا ابني مثلا أول ما رحنا على السعودية بال 2012 كان ألو. فأنا كنت أقول له عادي، شو يعني، شو هو طبعا انتقادا له، فأنا كنت أقول له عادي، شو يعني، شو هو طبعا انتقادا له، فأنا كنت أقول له عادي، شو يعني، هو طبعا انتقادا له، فأنا مشكلة في الصوت. دكتورة إيمان أعتقد الصوت يقطع وهيك شي. ما أعرف إذا كيف عندي الصوت؟ الآن شوية رجع يمكن. هلا ما الصوت أعرف صار إذا أفضل. نعم أيوة. الآن شوية رجع يمكن. نعم هلا الصوت صار أفضل. نعم أيوة الآن شوية رجع يمكن. نعم ست سرى عم بسمع صوت المكان. وأنا نفس الشي، دا أسمع صوتي وصوتك دا يترددون. المهم الموضوع اللي عم تحكوا فيه كان كتير رائع. يعني بالاخير الواحد بده يفهم ابنه، يعني كنت افهمه لابنه انت شاطر ومميز لانك طويل ما شاء الله عنك بصحة وعافية، هو كلهم مسنكحين وضعاف غيرانين منك، مو اكتر من هيك. فشوي شوي عجبته الفكرة يعني، فصار يتباهى بنفسه مو اكتر من هيك، واثبت شطارته بالاخير. لما الطالب بيثبت شطارته والاساتذه كلهم بيحكوا فيه وبيأيدوه وبيشجعوه، فبينسى هدول الاشخاص التافهين اللي اصلا ما عندهم شغله، يعني ما عندهم سالفه يعني. طيب روحوا اهتموا بدراستكم احسن ما تتنمروا على غيركم، ولكن نحن بنحسن نحكوا مع كل الاطفال. شكرا كثير لكم، شكرا لكم خليتوني يعني فوت معكم بهذا اللايف. تحياتي للجميع دكتورة فردا فردا. إيمان دكتورة صيدلانية من اسطنبول، نورتينا الله وشرفتينا. يحفظك. لك ويانا. تسلمي لي قلبي، منورة الشاشة الصورة بتجنني ما شاء الله. والست عائشة الله يجزيكم الخير، الله يحفظكم يا رب. واصلة معكم إن شاء الله. أكيد نتشرف بالجميع ونتشرف بمداخلاتكم كلكم. ما شاء الله دكتورة إيمان يعطيك الصحة والعافية، ما شاء الله يعني مداخلة جميلة وحوار شيق، وما شاء الله اليوم يعني حلقة فيها إثراء جميل. بس يعني طبعا ما شاء الله أستاذة عايشة وسورة ودكتورة إيمان ودكتورة عدي ما شاء الله قامات كبيرة وقامات أسرية، ربي يحفظكم إن شاء الله. عندي أهم شيء أنا سؤال. سؤالي إحنا يعني لما تربينا قبل السوشيال ميديا كانت التربية يعني موجهة للطفل، وكان الطفل يتقبل التربية، بس اليوم صار مع السوشيال ميديا هناك عزوف من تقبل هذا التربية من الأطفال. كيف يا أستاذة عايشة ممكن احنا نحاول نقرب أطفالنا منا ويسمعوا كلامنا ونربيهم صح؟ يقول لك الذكاء أخوي عبد الله مو بأنك تفرض على الطفل أي قرار أنت حابنه أو أي معلومة تريد أنت تعطيها له. الجميل إنه هو اللي يوصل لها عشان يكون مقتنع بها، وتكون عادة وسلوك هو يمارسه في حياته. يعني مثلا أنا الحين مثلا أقول لبنتي مثلا أنت وصلت لسن معين لازم الحجاب، هي تشوف في السوشيال ميديا أو في وسائل التواصل الاجتماعي إن اللي في سنها بعدهم ما ملتزمين بالحجاب كمثال. فيوم تبى تقنعها
تحس إنه لا، أنا ما بس أنا أشوف الناس ما تلبس، أنا أشوف الوضع يعني ما يستدعي ومش مقياس. يعني قدامي أنا لابسة لبس محتشم وكذا، خلاص خلنا من غير حجاب. لكن تعال مع مرور الوقت أو موقف معين صار أو حدث شافته بعينها، توصل تقول لك ماما صح كان لازم مثلا هاي البنت أو هاي السيدة إن هي تكون مرتدية للحجاب، أو مثلا يوم رحنا مثلا العمرة أو غيره، بحيث إن هي تكون إنسانة متسترة، إنسانة قريبة، يعني إن هي تكون إنسانة دايما يوم تي تعطي أمثلة لأبنائك أنت تحبوا أي حلوة، الحلوة اللي يكون يعني مغطاة أو المكشوفة تكون متاحة للجميع أو مقبولة أو غيره. أنت جيتي أعطيتهم أمثلة بس بطريقة غير مباشرة، لكن لهدف موضوعك الأساسي. مع مرور الوقت تحسي وصلت لقناعة والله العظيم، يعني إن هي تلبس الحجاب بطريقة أمها وإن هي تقلد أمها. فبصورة مباشرة أو غير مباشرة أنت لازم تكون القدوة قدامها في البداية، لأن هي يوم بتي تقلد صح بتشوف السوشيال ميديا وصح بتشوف وسائل التواصل الاجتماعي وبتشوف اللي حواليها وبتشوف أقرانها، لكن أنت الشخص الملازم له أب وأم. يعني مثل ما تقول إذا الأب ما عود أبنائه إن إحنا لازم نسلم على الكبير باحترام وبأدب ونبوسه على الرأس وعلى الإيد ونبدي الترحيب ونفشي السلام بصوت عالي كرجال، ما بيتعلم هذا الولد كيف في هاي الآداب وغيره. فطبيعي يوم بيشوف ممكن يخجل إنه يمارس هالشيء أو لكن أنا يوم أعلم أبنائي وأنا في بيتي بعدين يطلعوا يكرروا هالشيء، طبيعي حتى لو ما كنت أنت موجود، أيوة هذا ابن فلان أكيد، لأنه ماخذ أطباع أبوه وأمه في التصرفات، في السلوك، في الجلوس، حتى في الحديث. سبحان الله من كثر حب أبنائنا ساعات لنا تلاقي حتى ألفاظنا اللي احنا نرددها هم يكرروها، فيكونوا كأنهم نسخ منكم. أنت يعني شوفي ساعات ما تكوني في مدارسهم، لكن اللي يكون ملازم لولي الأمر أو عارف إنه أول ما يشوف ابنه على طول دايركت يقول هذا ابن فلان. ليش؟ بنفس طباع أبوه وأمه، بنفس تصرفاتهم، بنفس عاداتهم، بنفس الهوية، الملامح. فإذا إحنا لا نبخل على أبنائنا، ولكن بطريقة مش تعسيفية، مش بتعنيف، مش بفرض. لأن إحنا لو منعناهم، هل أنت تقدر تمنحهم أنهم يشوفوا التلفزيون؟ هل أنت تقدر تمنحهم أنهم يتناولوا الهواتف الذكية؟ هل أنت تقدر تمنحهم أنهم يتعاملوا بأجهزتهم اللي في المدارس؟ هل أنت تقدر تمنحهم من أنهم يتحاوروا مع قرناهم؟ لا طبعا. لكن مثل ما قلنا أنا يوم بعزز أنت ليش تسوي شي وأنت كيف، وحتى لو كان غلطان مو بغلط، الإنسان يتعلم من غلطه، لكن طريقة إن أنت يوم تي تحاوره لا، إحنا ما نحب إن إحنا نكون يعني محط أنظار الجميع في شيء غلط. دايما أعطيه حب المسؤولية، أنت تمثل دولتك، أنت تمثل أسرتك، أنت لابد أن تكون قريب من الله سبحانه وتعالى، لذلك لازم تكون حريص على الأمور اللي هي تقربك من الله، اللي تبارك لك في كل خطوة. هذا الوازع الديني اللي أنا أزرعه في أبنائنا، وبعدين هويته في بلاده وطبيعته. يعني إحنا كمجتمعات، يعني أنا كنا أحترم كل الشعوب، لكن سبحان الله أبناء دولة الإمارات وين ما راحوا في أي دولة عربية ولا أجنبية، الطابع الإماراتي على طول. أول ما تشوف شخص يقول لك إماراتي، أنت جنسية إماراتية، أنت طبعك. ليش إحنا في مجتمعاتنا نشأنا سواء الصغير ولا الكبير؟ حتى لو تلاحظي في أزمة كورونا يوم طلع الشيخ محمد بن زايد حفظه الله وقال بس كلمة واحدة لا تشيلوها، تلاقي كلهم الصغار والكبار. ولاحظي يوم يعني يشوف القيادة كيف يوجبوا ويسلموا ويلقوا قصاء، هذا الشيء فطرة واكتساب، اكتساب من أسرة
من ناس ملازمة مثل ما قالت دكتورة إيمان. الملهمين في المدارس والمؤسسات لهم دور كبير في تعزيز ثقافة وثقة الطفل أو المراهق، وإحنا ما نقدر ننكر إن إحنا صح أسرنا أنشأتنا، لكن أيضا مدارسنا قوتنا. المؤسسات، الشخصيات الإيجابية عززت فينا أشياء كثيرة، خلتنا أصحاب قرار لسنا تابعين، أصحاب استشارة وتبادل خبرات، لسنا يعني مغيبين عن ما يحدث في الميدان من أحداث أو أمور تجعلنا يعني في النهاية عارفين الصواب وعارفين أين الخطأ. يعني هو من البداية لازم يكون الأهل ثم البيئة الثانية المدرسة. أكيد المؤسسات المحيطة، الناس المقربة منا اللي نتواصل به. وبعدين جميل أني أنا مع بناتي أعرف من يعني مع من يتعاملون، كيف نوع فكرهم، هل هذا التفكير مالهم صحيح أم خاطئ. ساعات أنا أدخل في حوارات مع بناتي في مواضيع تخص أصدقائهم، في البداية ما يكون فاهمين، لكن يوم تعطي تنبيه أو تحذير لابنك يكون حذر في تواصلك مع المواقف. ماما صح كلامك، أنتي لما كلمتينا عن فلانة صح أثبتت هذا الشيء، أكدت هذا الشيء. إذ نسمعك دكتورة إيمان، نورتينا وشرفتينا. كثير من الأبناء، طبعا دكتور عدي ويانا أعتقد حاب يدردش. تفضل دكتور، شنو حاب تسأل الأستاذة؟ السلام عليكم جميعا. نورتنا وشرفتنا دكتورة، أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك دكتور عدي، فرصة سعيدة وشكرا على تواجدك ومداخلاتك. اهلا بكم جميعا. اليوم الموضوع طبعا جدا شيق، عاشت ايديكم على اختيار هذا الموضوع. اولا ممكن الصوت شوية؟ أنا أسمعكم واضح. اي نعم، هسه الآن صوت تمام. بالبداية أنا أشكركم على اختياركم هذا الموضوع، لأن جدا مهم وهو واقعنا هذا اللي نعاني من عنده حاليا احنا، فلازم واحد يناقش ويلقي الحلول للمشاكل اللي يعانيها بهذا المجال، لأنه هذا مجال أبناء ومستقبل. تمام؟ أكيد. نعم. احنا اليوم أنا عندي فد قصة صغيرة، يعني هي حدثت شخصيا معي. عندي بنتي أنا يعني عمرها تقريبا 16 سنة، فهي دائما تعرفون عمر المراهقة هذا يكون خطر جدا، ولازم يكون رقابة، ولازم تكون هاي. فأنا ماخذها مثل الصديقة وليس مو أب، يعني كان صديقة أطلع أتكلم وياها، نطلع سوية وهكذا. المهم، ففي يوم من الأيام صار زعل بيني وبينها، فبحيث هي تكتب لي مسجات على الواتساب وأنا أجاوبها. فتفاجأت أنه الكلام، بعثت لي مسج تقريبا 4 أسطر أو 5 أسطر تقريبا، بس بيه كلام كبير. يعني أنا بصراحة أنا صح زعلان من هالشنيت، وهي كانت خطأانة في موضوع معين، لكن فرحت جدا أنه واصلة من التعبير، من كلمات لتعبر بها كأنه امرأة كبيرة. فعلى طول رحت للغرفة مالتي، قلت تعالي شلون عرفتي تتكلمين هذا الحكي؟ يعني منين لك هاي الكلمات يعني الكبيرة؟ فهي طبعا من نوع اللي تقرا وروايات وتقرا يعني هواية امور وتتابع هاي. فقالت لي مو اني اقرا كذا واقرا كذا. فهي السوشيال ميديا بيها يعني هو سلاح ذو حدين. اللي يعرف يستغله راح يطور من نفسه ويفهم الحياة اسرع وهواية امور. احنا قبل يعني على اعمارنا ايام اجدادنا هاي ما كان متاح اصلا التواصل مع الغرب، خلينا نقول، الا بالسفر لهم. ما في اي نوع من، بحيث من يجون زوار اجانب خلينا نسميهم الى مثلا الى بلدي، نفرح احنا دا نشوف لاول مره اجانب او وهذا. اليوم احنا بالسوشيال ميديا صارت الكره الارضيه كلها عندك موجوده في جهاز بيديك. بالضبط.
فهاي نقطة كلش مهمة. احنا لازم اني بالنسبة لي شخصيا اني ما احبذ انه امنع ابنائي، امنعهم من التواصل مع الخارج، لكن مثل ما قلت سابقا انه هو سلاح ذو حدين، لكن خلينا ناخذ الجانب الايجابي اللي هو انه يستفادون. بالضبط، يستفادون من التجارب، يستفادون من المعلومات، تتطور. اليوم احنا كل ما نلتقي باشخاص من جنسيات اخرى تنطرحنا، يعني تجينا افكار جديده، تجينا كل شيء جديد. يعني انت تختلطين بمجتمع بثقافات غير اللي انت مشيتي عليها، قيم واخلاقيات كثيره والفاظ دخيله كثيره. بالضبط. فاحنا مثل ما قلنا انه احنا ما نمنع الاشخاص او الاطفال او المراهقين من الاختلاط، لكن تحت المراقبه، ودائما التوجه نحو الجانب الجيد يعني. وطبعا اكيد والحوار دكتور عدي، الحوار في اي نقاش. يعني شوف، انت اندهشت ان بنتك توصل لمرحله ان هي تكتب شيء اكبر من سنها، فيوم تتطرق مراهقه لهذا الشيء، هذا ان هي هذه الكلمات اثرت فيها فارسلتها لك. فيمكن سبحان الله الاختيار للشخص اللي ارسلته ليست مناسب، لكن يكفي ان هي وصلت من التعبير ان هي توصلك اني انا اصبحت اتاثر بهذه الاشياء، ولكن لا اعرف متى ولمن ارسلها. فهذا الشيء بعد ايضا في حد ذاته ترى صعب. لابد احنا يعني حتى الفاظهم يومية يتعاملوا وياني كلمة معينة هم لا يعرفون معناها لكن يرددونها. لذلك هنا يجي دور الأب والأم في موضوع أني أنا هل تعرف معنى هذه الكلمة، أنت ترددها في أي موقف ولا لازم يكون في موقف وحدث وشخص معين أنت تطرح عليه الكلمة أو تقولها له. هنا هاي الأشياء احنا كأولياء أمور لابد أن نكون حريصين، لأني أنا ممكن أراعي مثل ما قلت وتخاف على بنتك، لكن شخص ثاني إذا شاف هالشيء ممكن يفكر ويحلل ويصف هذا المراهق وصف ليس فيه، وهذا اللي احنا ما نتمناه. صحيح. فاليوم احنا لازم انه تكون اكو كنترول، سيطرة على ابنائنا، لكن بحدود المعقول. وهذا لا يخلى، يعني انا ما راح ازكي الجميع، لكن السوشيال ميديا بها كل شيء. السيء مع الاسف السيء اكثر من الجيد يعني في زمننا هذا. فتبقى تربية الاهل، المجتمع اللي يحيط به، كيف راح يتوجه، انه هل راح يقبل انه يشوف هذا الشخص، يشوف يعني خلينا نقول انه مواقع او شيء غير اخلاقي، او يرفضه وينتقل يعبر مثل التيك توك. هسه منصة التيك توك انت لما تشوفين طلع موضوع معين انت ما راغبه به، او ما اخلاقنا وتربيتنا ما تسمح انه نشوف هذا الشيء، فعلى طول تغيرين الصفحة. تمام. أكيد. فهذا يعتمد على انه الطفل كيف تلقى التربيه، كيف المجتمع اللي عايش فيه، بالمجتمع الصغير اللي هو البيت، والمجتمع الخارجي، الاختلاط الخارجي. وهذا ايضا مهمه الاب والام انه يكونون يعرفون الاصدقاء، اصدقاء اطفالهم ولدهم، ويناقشون مثل ما حضرتك قلتي ببدايه اللقاء انه انت تتكلمين مع بنتك او ابنك على هاي المواضيع، تشوفين من اصدقائهم. هاي ضروري جدا بزمننا الحالي، لان احنا اليوم ما نعرف، يعني مو مثل قبل انه هذا معروف كذا كذا. اليوم احنا بدنا ندخل بعالم، يعني انا عندي اصدقاء تعارفوا وتزوجوا من غير دول عن طريق الفيسبوك يعني. يعني فان شاء الله، يعني ان شاء الله انا اشكركم طبعا، واعتذر جدا على لا بالعكس دكتور، بالعكس مداخلتك جدا رائعة دكتور. ما قصرت دكتور عدي، ما شاء الله عليك، مداخلة جدا جميلة ومثرية. الله يسعدك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام والرحمة. مرحبا وسهلا فيك. هلا، الله يمسيكم بالخير ويعطيكم العافية إن شاء الله. زمان عن هالبرنامج الحلو.
الله يسعدك أخوي في أبو طبعا فهد. والله اخوي دكتور عبد الله كيف حالك؟ من اصدقاء مجلس ميديا. الحمد لله ابو فهد، ربي يسلمك. اخبارك تمام ان شاء الله؟ وين لكم فتره والله صراحه، علقتونا شوقتونا الله وعلقتونا. عفا عليك، عفا عليك، انت اليوم تسال، الله يبارك فيك. لكن الحمد لله الحين رجعنا، لانه الحين عاد خلصنا بعض الاعمال الخارجيه للشغل مجلس ميديا، والحين رجعنا نبث حلقات. طبعا معنا لا استاذه والله بس عايشه تفضل. ودكتوره، هم اللي اليوم ما شاء الله في اداره الحوار. استاذه عايشه ضيفه الحلقه. تفضل ابو فهد. الله يعطيك العافيه ويوفقكم جميعا بما يحبه الله ويرضاه. صراحه انتجتوا في اخراج حلو، شايفه جديد واشياء حلوه والله، الله يعطيكم العافيه. وحواراتكم دائم تطرحونها ما شاء الله هادفه جدا جدا جدا. وانتم اليوم جبتوا حاجه يقول لك على الجرح على ما يقول. صراحه البرنامج وكل يوم حلقات جديده ما شاء الله واشياء حلوه هادف. الله يسعدك. والله العظيم فعلا انا والله نورتنا ابو فهد مسكين. الله يبارك فيكم جميعا يعطيكم. انا والله صراحه فعلا انا اشوف مقاطع في يعني اشياء والله العظيم تخجل الواحد كيف يشوفها من جد. الواحد متى يلاقي قناه ثقافه شيء فيه معالجه خصوصا للشباب والمراهقه وما ادراك ما المراهقه، في اشياء كثيره وهادفه. لكن للاسف تفتح كذا زي الريسيفر عندك، تشوف نون وما يعلمون. كل من جاء قال انا بفتح قناه، كل واحد يبغى يطلع عضلاته على الفاضي، لا فائدة ولا مصنوع والله العظيم. والمفروض يشاف لهم حل والله العظيم صراحة. ومع احترامي يسمح لي بالكلمة دي والحاضرين، والله ما يتابع فيهم إلا الإنسان التافه اللي زيهم والله العظيم، يعني للأسف يعني. هذه وجهة للأسف. نظر يعني. للأسف يعني مثل ما قال دكتور عدي، والكل واقع أخوي أبو فهد. يعني في كل شيء في الدنيا فيه الخير وفيه الشر، وفي السيء وفي الجيد وفي الرديء وفي المتميز، لكن أنت صاحب القرار. لكن الجميل بعد إن إحنا في تعاملاتنا، يمكن هاي النقطة اللي كنت حابة إني أناقشها مع الدكتور عدي، إن إحنا أبنائنا ما نعاملهم بعقولهم الصغيرة اللي هي على مستوى أعمارهم. لا، الطفل والمراهقة الحين من كثر ما أبو فهد توا يتكلم، يتابع ويشوف، صار عقله الافتراضي أكبر من عمره الطبيعي. لذلك يوم تكون تتعامل وياك كولي أمر لابد أنك تكون ذكي. يعني مثل ما قال توا أخوي عبد الله، صعب انك تعطيه قرارات وتعطيه قوانين وتمنعه وتحرمه، لانك لو وقفت هنا بيفتحوا باب ثاني. وهو ذكي بطريقة انه يعني ما يبين لك انه وصل لهالشيء. لذلك لابد ان احنا لا نستصغر عقولهم، ولا نأتي على أساس أنهم بعدهم صغار. لا، إحنا لازم نتعامل وياهم كأنهم أناس تستحق الاحترام، تستحق التقدير، عشان أكسبهم، عشان أضمن أنهم بيكونوا بالصورة اللي أنا أحبها ويرضى الله سبحانه وتعالى ويبارك لي فيهم. في النهاية أنت كولي أمر، إحنا ما نريد إن إحنا نعيشهم حالة من الاكتئاب أو العزلة أو غيره، كثر ما إحنا حابين إن إحنا نجعلهم في النهاية أصحاب قرار، في النهاية أصحاب اتزان. بس بالسياسة عفوا منك دكتور، بالسياسة أنا مثلا كابني، أنا لما أجي أخليه جنبي وبجلس معاه أوكي، وأقول له يا بابا الموضوع كذا وكذا وكذا، وخذ الحذر من الشيء الفلاني وانتبه يا بابا وأنا قريب من عندك، وأنا أكون معاه بطريقة من غير ما أحسسه كأني أراقبه، أعطيه الثقة في نفسه، الرجولة بالأسلوب أكيد. الطيب. ويا بابا هذا الطريق كذا وكذا، أو يا بنتي انتبه للموضوع هذا، هذا بحر غزير واللي بيدخل فيه رايح بيتعب فيه يعني. ولذلك يعني بالسياسة بالهداوة مع أولادك، يقول والعلم في الصغر كالنقش في الحجر. أكيد. والطفل زي العجينة الطرية اللي بتشكلها على مزاجك، ولما أيوة، بتكبر ولكن وتنشأ بذكاء خلاص. أخوي أبو فهد، بذكاء. إحنا الآن لسنا في زمن الطيبين. كان نعم. زمن منغلق، ما في وايد يعني انفتاح مثل الوقت الحالي. أنا بأشكلها مثل ما أنا أريد، لكن بنوع من القناعة، بنوع مش بالفرض، أكيد نوع من أنواع أكيد أكيد
شوف، ذكاء اللي احنا يمر علينا، احنا اول كنا نتعامل بالفطرة. يعرف اذا الاب عنفه هو خايف عليه وهو يحبه. لا، الحين استوت في قوانين تحمي هذه الاطفال، في اشياء. حتى يعني بعض القوانين بدأت تفقد صلاحيات الآباء على أبنائهم، لدرجة بعض الآباء يقولوا احنا ما عندنا نقدر نسيطر على أبنائنا، ما نقدر نقول لهم شيء، نخاف ان مثلا القوانين تكون ضدنا او غيره او. لكن مين نقول في عقل ميزه الله سبحانه وتعالى عن باقي المخلوقات. انا استطيع ان ادير اسرتي، اني احافظ على ابنائي، اني انا اتعامل واخليهم بطباعي، ولكن بطريقه محببه لهم، بطريقه تعزز فيهم انهم يكونوا بالصوره اللي انا ارضى عنهم، ويكونوا سويين مش ناقصين ويحتاجوا ان حد يعني يكملهم او يلجأوا له. لا، بهالصورة اللي احنا نتمناها لهم. هذا يمكن قصدي الخوف أنا، هو هذا يسبب قصدي. إنه الطفل يقوم يخاف، فبسبب الخوف هو يستجيب للأوامر، بس بعدين من أيوة. يروح الخوف يرجع يتنمر مرة ثانية، وهذا أيوة، يؤدي إلى يتنمر مشاكل كثيرة. ويزيد ويزيد، وبعدين يكون شخص عدائي. وهاي هي الظواهر اللي انت تشوفيها من متنمرين، اللي ممكن يكون طلبة فاشلين في الدراسة. ممكن تشوفيهم ينزوي لمشكلات المخدرات أشياء كثيرة، لأنه خلاص استوى عنده تراكمات سلبية. نعم، يعني أنا قام ما أتعجب. يخاف، ماكو خوف أي غير شيء. كذا، حتى يوم تيجي تسألي من هي أكثر الشخصيات تحب، أو من هي أكثر شخصية مثلا أذتك، يصرح ليش بكل صراحة أبوي وأمي، ويبدأ يحكي ويبدأ يتكلم ويقول ليش بعض الشخصيات. يعني أنا كنت يعني من كم يوم مع شخصية قالت لي أنا مثلا مرت بمواقف، أبوي توفى، بعديها تميت أتحمل مسؤولية أمي، بعدين حسيت أني أنا عشت حالة من التراكمات السلبية، رحت للطبيب نفسي، أنا ما أريد أتعامل، أنا عمري 28 بس أنا ما عندي قرار. أنا حسيت أن سبحان الله، لو كان في وعي، ممكن ساعات ظروفنا الحياتية، الوحدة التي يعني تفرض على هالإنسان، ممكن ما تعطيه مجال إنه يعني يتوجه للشيء الصح. لكن بعد يظل الإنسان يملك عقل. يعني أنا ما عندي حد، يمكن الله كتب لي إني أكون وحيدة فاقدة الأب أو الأم أو الأخوة، لكن في وسائل إعلام أخذ منها الفائدة. في قرآن كريم، في سيرة، في أشياء كثيرة، في شخصيات. يعني مو بإني على طول أتوجه لأني أصنف نفسي إني أحتاج لعلاج نفسي أو غيره، وأقنع نفسي. ترى إقناع النفس بإني أنا عنصر ضعيف وسلبي، سواء كانوا الأبناء أو أحد أطراف الزوجين، راح تجعل يبقى في الحياة، هذه الهالة. نعم. تجعلش أنت في دائرة سوداء، في قبو ليس له قرار. وهالشيء إني أنا ما أنصح فيه. بس طبعا. الدين له دور كبير، يعني الدين الإسلامي يعني أيوة، له دور كبير، أيوة، وأنا هذا الشيء والتربية أكد عليه. أنا يوم أعزز أخوي أبو فهد أبنائنا من ناحية الدين، إن أي أمر يمر علينا من واجب ديني. تعاملاتك مع أخوتك، تعامل احترامك، هذا أنت تأديه، ليس تأخذ مردود مادي أو إهداء أو غيره. لا، تأديه من واجب أنت كشخص تريد أن الله يبارك لك فيه، أن يرضى عنك، تؤديه بهذه الطريقة. تجد هذا الطفل أو هالمراهق حتى ثقافة الشكر والامتنان. أنت الأب والأم تزرعها. يعني لو الأبناء رأوا الأم والأب بينهم وبين بعض شكرا زوجي، يعطيك العافية، بتشوفه هو كطفل يردد. لكن إذا فقدت هذه الأشياء كلها، أشياء بسيطة، لن الأم إذا يجدون. عدت الأم إذا أعددتها شعبا طيب يعني الأم نعم، هي الكنترول في البيت. أكيد. الأم هي الكنترول في البيت، هي الصمام الأمان بعد الله سبحانه وتعالى، وخصوصا مع البنت يعني بالذات، والأب مع ابنه. أكيد. فالأم دائما مع البنت هي صمام الأمان، دائما البنت اللي تشكي لأمها عن همها وعن مشاكلها وعن والأم في اللحظة دي لها مسؤولية كبيرة في تربية البنت، بالذات البنت يعني. الرجل ممكن يعني زي ما تقول لا عن خاف عليه، أولاد، لكن صح. البنت
هي البنت يعني مع اسمح لي في الكلمة ذي، لما تماشي مع شاب صايع ضايع بكرة ولا بعده يسوي معها شيء مشاكل لا يعلمها إلا الله، ضاع مستقبلها وضاع حياتها وضاع. ولذلك الأم هي الكنترول في البيت بعد الله سبحانه وتعالى، والأب هو الكنترول مسؤول عن ابنه يعني، ويكون فيه اتفاقية مع بعض، يا ابني منك تروح مع من تجي مع ايش هذا واجبنا. لكن انا اخذها منظر جوي، لا هذا غلط، اخلي الدعوه فالته، لا هذا مستقبل وذا. طيب انا بعرف من يجلس معه، من اكل معه، مين ومين، ولما اجلس معه يا حبيبي من اصحابك، ما طلعت مع مين وما جيت مع أكيد مين. أكيد ولان الصاحب ساحب، بالمثل يقول الصاحب ساحب، يا بيسحبك على الخير يا بيسحبك في الشر. وانا اقول انا الصاحب زي اللي انا ماشي في طريق ظلمه، هو اللي بينور دربي، صح هو اللي القانون. بينور دربي على طريق الصح، بيقول ها قدامك انتبه، قدامك حفر، قدامك كذا، قدامك كذا. لكن الصديق الصاحب الشر لا، هو اللي بيمشيني في الظلام، بيطيحني في بلاء ويطيحني في مشاكل انا غني عنها. انا هذه تفسيري في الحياة ووجهة أكيد نظر المتواضعة يعني. شكرا الله على يسعدك. رسالتك يا أبو فهد، نورتنا من السعودية، أهلا وسهلا بك. الله يسلمك ويطول عمرك. شكرا جزيلا لك. طبعا قبل قليل كان موجود ويانا الأستاذ عبد الله شاهين، يا ريت ينضم لنا. طبعا كان منورنا وأكيد راح ينورنا مرة ثانية من خلال مشاركته ويانا. نرجع أستاذة على يعني أكو أشخاص كثيرة ويانا عمر الشحي. السلام عليكم. أهلا وسهلا، نورتنا أستاذ. مش واضحة تفضل. الصورة؟ أجيكم نعم بعد شوي. نعم، مش واضحة الصورة لأني فوق. أنا فوق واضحة نعم واضحة. أهلا وسهلا بك. يا مرة أحسن. ايش حالكم اخواني؟ ابو خليفة عبد الله خلفان، بنيتنا المستشارة عايشة. أهلين يا وسهلين حياكم الله. أخوي عمر. أنا يعجبني الشيخ لما عمر. نعم ما سمعت. تحياتي لك يا شيخ عمر. الله يحييك يا ابو فهد. الشيخ عمر حياك يا مرحبا. انا دخلت عليكم بطلب من صاحب البث، هذا صاحب البث صديقي، فجزاكم الله خير أهلا على وسهلا تواجدكم. بك وبصاحب البث، اهلا نورتنا. تواجدكم جميل، ولنا الشرف لما تستضيفون يعني امثال المستشاره وبناتنا. حقيقه الواحد يفتخر بالكوكب الجميله هذه، وهذا وليس يعني على كلام اخونا تطبيل. عموما راح ندخل بالموضوع مباشره حسب ما هو دور اولياء الامور في زماننا، صح؟ نعم أكيد إيه زماننا اولياء الامور الان هذيلا نقول الله يعينكم، يعني خلينا نقول على ما ابتلاكم الله به. النبي صلى الله عليه وسلم، وأبدأ بهذا الحديث إن شاء الله، لما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم، حتى الخادم مثلا من المسؤولية، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. المال بنقول يعني اولياء الامور الله يعينهم، واحنا حقيقه مرينا على يعني زمن الطيبين، زماننا الاولي، وراينا ما عرفنا تعب والدينا الا لما استوينا نحن والدين. لما استويت انا اب علمت بتعب والدي، وهذا الكلام طبعا اغلب الناس المتزوجين وجابوا عيال يعرفون يعني هالكلام هذا. فاولياء الامور فعلا عليهم مسؤوليه عظيمه كبيره، لا سيما لما قال النبي عليه الصلاه والسلام انه يولد المرء على الفطره فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الموضوع كله عند أولياء الأمور بعد الهداية من الله عز وجل. فأعان الله أولياء الأمور، وأنا حقيقة دخلت ولست مستعدا للكلام، لكن الكلام راح يجي معاكم إن شاء الله بالمناقشات. الله يسعدك. أرحب مرة ثانية استشارة عايشة، نحن نعرفش ترى، أنا مو ما نعرفش، حتى تكلمت عند الشباب قلت هاي البنت أنا أعرفها وشايفينها كم مرة في القنوات اللي يسمونها اللي هي السوشيال ميديا وغيرها. يا الله حياك. يسعدك. نعم. شرف، تشريف تواجدكم، تشريف اني استفيد منكم ومن خبراتكم. ومثل ما قلت احنا كنا مسؤولين، والمسؤولية لا يعني ما تنصب على جهة معينة او فئة معينة، لا كنا في مجتمع كل واحد يسحب الثاني اللي فيه الخير وفيه اسعاد الجميع. لان اذا انا بخلت بمعلومة او فائدة يعني ما استفدت، مثل اللي خزن ماله في يعني بنقول خزنه وخلاها مدى الحياة، شو استفدت؟ لا، الله سبحانه وتعالى والرسول عليه وسلم قال خيركم من تعلم وعلمه. لذلك احنا العلم هاي أمانة، أنا أعطيها لك وأنت تعطيها لي،
والثاني يعطيها الولده، وتكون مثل ما نقول رسالة كل واحد فينا يستفيد. سبحان الله، ساعات احنا واحنا نربي ابنائنا تغيب عنا بعض النقاط البسيطة. يوميا اخوي عمر كشخص صاحب خبرة ويقولها لي، اعطاني فائدة، اعطاني درس، سبحان الله، حل مشكلة وفي نفس الوقت علمت بيها من واقع خبرة. ساعات أنا أقول لأي إنسان يعني إحنا نعطيكم خلاصة سنين من عمرنا في لحظة. يعني إحنا طحنا وانكسرنا ممكن وانخذلنا وفشلنا وأشياء كثيرة مرت علينا عشان نوصل لهالمعلومة. لكن إذا حبك إنسان يعطاك مثل ما أنت قلت بأشياء بسيطة، حديث يمكن ما الكل يتناوله، لكن عطاك ملخص هذه الحياة. لو كنا وعينا لسنة الرسول عليه السلام في حديث أو في آية أو في قرآن، كان وصل إلى أن يكون مع أسرته في صمام الأمان. لكن للأسف منقول ضغوطات الحياة، خروج المرأة للعمل يمكن غيب وايد أشياء عنا، الانفتاح اللي صرنا فيه، المبادئ اللي بعض الناس السلبية بدأت تبثها في وسائل التواصل من مبدأ حرية، ونعطي أبنائنا أن يسووا اللي يريدون ونعطيهم مساحة من غير مراقبة من غير متابعة، جعلتنا نفقد السيطرة وفي نفس الوقت ما يكون عندنا قرار أن احنا نغير. لذلك احنا لازم يكون عندنا نوع من الوعي اللي يريحنا ويخلينا راضيين عن الأمانة اللي وكلنا إلها. وهالشيء يعني كل واحد منا له طريقته الخاصة، لا ترتبط بالثقافة ولا بدراسة ولا بمستوى معيشي، ترتبط بمسؤولية الأمانة. أنا أمين ومحاسب أمام الله اتجاه هؤلاء الأبناء فقط. أنا عندي ملاحظة بسيطة عشان بطلع وافتح المجال للغير، معليش اسمحوا لي. الحين حتى الجوالات الواتساب والفيسبوك صرنا الآن لو نجلس في مجلسنا العادي، مثلا جالس مع اخواني او في عزيمه او كان اجتماع العائله، تلاقي كل واحد ماسك لي الجوال، اوكي، سواليف، تبغى تتكلم مع الواحد والله ولا حد معاك، وكل واحد ماسك لي الجوال يراسل فلان وعلان، واحيانا يراسلون بعضهم هم جالسين مع بعض. ويعني صارت المشاكل هذه معدومه، وقسم بالله العظيم معدومه، لا في زواجات لا في اجتماعات ولا شيء. أنا أذكر واحدة أنا أعرفها من الجماعة تقول والله إذا دخلوا علي أولادي وبناتي حاطة السلة برا، قالت يلا أيوة. الله لا يهينكم، كل واحد يجي جواله، يلا اجلسوا على أنا جاية أنتم جايين عندي نبغى ناخذ بعضنا وناخذ أخبار بعضنا، مو كل واحد ماسك لي جوال وقاعد لي في زاوية. وصرنا نقعد في البيت كل واحد ماسك جواله في غرفته، ولا اجتماعات ولا كلام ولا شيء، طالعين كأنه صم بكم عمي، والله العظيم كذا. والله جد يعني صايره الجوالات دي والواتساب ودي سلاح ذوي حدين، والله العظيم يعني صارت مواقف قسم بالله ما يعلمها الا الله. في ناس والله العظيم اذكرهم في مجلس فقدوا حياتهم بسببها اصلا، بانشغالاتهم حتى في الواقع تخاصموا على الموضوع ذا. والله يزعق عليهم واحد كبير في السن قال يا جماعه عيب عليكم، احنا جايين من زمان ما شفنا بعضنا ولا جلسنا مع بعض، كل واحد ماسك له جواله وكل واحد قاعد يراسل، كل واحد ما تستحون على وجهكم، مو بعيب عليكم. والله واحد كبير في السن غسلهم غسيل على كيفك صراحه، كل واحد استحى على دمه شوي وطفى جواله وصار يجلس معه. هذه وجهه نظري، اقول الله يصلح الحال ويثبتنا على طاعته، يصلح الحال ويصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله لنا تواصل إن شاء الله مع بعض. وتحياتي وتقديري لكم، وإن شاء الله ما نبغى هالبرنامج ينقطع، نبغاكم باستمرار إن شاء الله وإلى الأمام. جهود الأستاذ خالد وأستاذ عبد الله والجميع، مشكورين الطاقم، والله يلبسكم تاج الصحة والعافية ووفقنا وياكم على طريق الخير. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا على المداخلة. تحياتي لك أخوي أبو فهد، شكرا على حياك الله. مع موضوع الأستاذ خليفة المحدزي، عشان تعرفون الدكتور اللي هو المستشار أسري، فقال إذا تبون تجربون أولاد، عندي أولادي أنا ما أدعي المثالية، كلنا هكذا يعني، أغلب الناس كذا، كل واحد ماسك بالجوال وقاعد في غرفته. شوف الموضوع الحين. فقال كلمة جميلة، قال تبى تجمع الأولاد عيالك كلهم. أنا عندي أكبر ابن 30 سنة عمره يعني رجال، ما شاء الله، الله يحفظك، أصغر ابن 15، فكلهم كل واحد بغرفته.
طيب يا جماعه نبغى نقعد وياهم، ترى هي القعده مش على غدا وعشاء فقط، احيانا يكون في درس، تناصح، رحمه بين الاسره، تواجد جميل. انا عندي حلقه كل يوم جمعه مع عيالي حقيقه يعني. فالحركه هاي ما عجبتني، ان كل واحد بغرفته مدى الوقت يعني. فقال كلمه جميله، قال تباهم يتجمعون عندك، يعني هو يتكلم بالعموم، هل تريد ان ابنائك حتى لو اصغر واحد عمره 2 تبغى يكون عندك على طول، يجي عندك؟ كنا قلنا نعم، لازم تطفي الواي فاي. كنت حاسه بقطع النقط النت انا لو سمحت. اي نعم، بس اقطع الواي فاي دكتوره، يعني بس قلنا انا والله قلت خلني اجرب، جلست ام العيال جنبي، قلنا خلينا نجرب نشوف الوضع. ايه، فبندنا الواي فاي. طبعا هم عندهم يعني بحساباتهم واي فاي خاص، لكن هم دائما يدخلون البيت يشبك مع البيت، وهذا اوفر لنا. والله وانا صادق، جتني ابنيتكم من غرفتها، جاني الولد من هناك من فوق، الثالث منه جو في الصاله، انا اضحك، ابوي ترى الواي فاي قطعوه عنك. ايه قطعوه، انا ادري اني قطعوه، والله جوني. انتم بعدين وياكم العيال يا اخواني، والله العظيم خلوكم جلسه مع بعض. احنا دائما اقول انا لا ندعي المثاليه، كلنا مقصرون، كلنا اخطاء، وكلنا فينا نواقص، لكن نكمل بعضنا. يعني الواحد لما يصلي هل يضمن صلاته كامله؟ ما يضمن مثلا الفرض يعني، لكن عندنا شيء يسمونه مرقعات، هي النوافل والسنه والسوالف هاي ترقع الواجب او الفرض. عندنا مثلا صيام رمضان، هل نضمن انه كله كامل عندنا؟ ما نضمن. هل وفي حديث بما معناه يعني هل له من صدقه يعني سنه او نعم يا رب رقعوا له اللي هو الواجب. فنحن كلنا نواقص، نترقع بما بيننا. يقعد الابو مع اولاده، الاخوان احيانا يمكن الوالد مش موجود متوفي رحمهم الله والله يبارك الموجودين، يتبنى الموضوع الاخ الكبير. احنا سوينا تنافر يا اخواني، يعني حتى لما نقعد نحن مع بعضنا، وانا متاكد جميع الناس نفس الطينه، خاصه يعني احنا زماننا زمن طيبين، اللي عدى ال 40 و45 هذا زمن طيبين. فنتذكر ابهاتنا وامهاتنا وجلساتنا مع بعض، ما نبغي هاي الحركه تنتهي، وهي انتهت عند كثير من الناس. نجمع مع صينيه وحده، نقعد مع اولادنا مع زوجاتنا كل واحد مع زوجته، يعني ما يفهم زوجاته يعني 4 5، لا ما لي علاقه، يدخلون باب ثاني وانتم قصدك شيء ثاني. اللي بنقوله يعني الراحمون يرحمهم الله، هاي نوع من انواع الرحمه. وافضل الصدقات ان تصدق على، هي تعتبر صدقه من ناحيه الدرجه الدينيه، يعني فيها اجر عظيم انك تتصدق على ابنائك، على زوجتك، على القريبين منك. الكلمه الطيبه مو بس حق ابو خليفه، واحنا ترى متعودين الخطباء هذيل اذا تعطون المايك ما نسكت. فقال هذا صاحب المكان، هذا موجود، صاحب القناه موجود، هذا الرجال. مرحبا استاذ محمد، اهلا وسهلا بك، نورتنا. كيف الحال؟ الحمد لله، الله يسلمك، اهلا وسهلا بك. الله يسلمكم. انا لي تعقيب بس قبل اكمل على المذيعه الاعلاميه اختنا. نعم. سويت اللقاء وما ناديتوني، بينما هم الخيانه عندهم. يمكن فرقاق يدوه. فرقاق يدوه. ايه صح انا ما ادري والله. قبلك الصديق من 30 سنه، فكيف ما تذكرني يا ابو حمد؟ والله مو مني انا، من المخرج. حسنا. ايه من المخرج. شوف ما احلى التراحم بين الاصدقاء والاخوه يا اخواني، تراحم جميل، سوالف ما اخذين كله ضرب. ولدك غلط راح بهزبه، يا اخوان غلط، تعالوا بالتراحم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وخصه اذا كان في صله رحم، اخوك، ابنك، زوجتك، هاي اولى ان نرحمه ويرحمونا. الكلمه الطيبه تراها صدقه، كلمه طيبه. جزاك الله خير، جميله جدا والله. ولد غلط، ابوي لا تغلط، بيضرك، لازم انبخ الخيزران عليه واعذبه وياي. فاولياء الامور فعلا عليهم مسؤوليات، يعني اسال الله لهم الاجر، يعني ابتغوا ذلك لوجه الله. احيانا يتسلطون اولياء الامور. خلينا شوي ناخذ يسار شوي. اغلب الناس واشتكوا لي امانه، اغلب اولياء الامور، ما نقول بالجمله، لكن يعني بعض الناس يشتكوا عندنا ابنائهم. ولذلك لما جاء رجل النبي عليه الصلاه الى عمر الخطاب قال: يا امير المؤمنين ان ابني عقني، ما يسمع كلامي. شوف الامير قال: جيبوا لي الابن. فجابوا الابن: ما لك وابيك؟ لا انا ليش احد يقولوا له؟ لان جواسر عبد الله خلفان، ترى شوف ما بصحافي ويسوي علينا مخرج.
لا كذا. مو من استاذ عبد الله خلفان، الاخ ويانا استاذ عبد الله السرومي اعتقد داخل ويانا نعم بس كان لا سؤال. انا ما اروم عليه، ابو سليمان ما اروم عليه، هذا رجال رئيس جمعيه وانا صغير امامه، هذا يروم عليه، انا ما اروم. شيخ لا عمر قدرك واحتكامك والله. شيخ عمر فرصة وجودك الحين ووجود مستشارة عايشة، أستاذة عايشة يعني مستشارة أسرية، وأنت ما شاء الله مرشد اجتماعي، فكلمونا عن بعض الأشياء اللي يعني يعاني منها أولياء الأمور. أستاذة عايشة يعني أنت ما أدري، أنت أستاذ عمر أو شيخ عمر، نريد اتفاق واحد أولياء الأمور يعاني منه يعني وحله موجود عندكم. سؤالك مو في مكانه ترى، خليني اكمل القصه اول، دعني اكمل وبعدين قاطع. ترى هاي ضيفه عندنا فخلي الحوار جميل لو سمحت يعني. والله يا مستشاره عائشه انا اعتذر لك بالانابه. المهم لا والله عمر عاد. الخطاب نادى، اسمعوا القصه والله جميله القصه. نادى الولد قال جيبوا لي الولد، فجاء الولد يا عبد الله. جاء الولد، ما لك وابيك؟ شو بلاك يا ابوك؟ انت ليش مزعل ابوك؟ قال يا امير المؤمنين ما حق الوالد على ولده؟ يعني شو الحق اللي انا ابغيه من ابوي؟ قال ان يختار لك اما، يعني ام طيبه حره جميله، هذا، وان يعلمك شيئا من القران. علماءنا يقولون القران يعني علم، نوع من علم القران، كان قبل القران وحديث يعني ما في علم فلك وما فلك. وان يختار لك اسما، هذا عمر الخطاب يقول. فقال اما امي فهي حبشيه، اختار لي وحده حبشيه مثل اخونا ابو سالم، يسمعني ترى مكتبنا الرياض موجود. المهم، واما الاسم سماني جعله، والجعله هو احنا نسميه اللي هي نفس الخنفسه، مستشاره عائشه، الخنفسه السوداء هذه. نعم جعله، حسبي ولد جعله. واما من القران فما علمني شيء، خلاني هايم في في الشوارع. ايوه يعني هو افقد حقوقه، فعشان شي هو اشتكى لي. نعم، قال عققت ابنك قبل ان يعقك. سبحان الله. هذا عمر الخطاب يقول عققت ابنك قبل ان يعقق، يعني انتم بديتوا، انتم اولياء الامور يا اخوان ماخذين بعض الاولياء عشان ما نعمم، بعضهم ماخذينهم كانهم عبيد ابنائهم، والله حصلت، وهذا ما يجوز يا اخوان. صحيح ان الولد لابد ان يكون له، لما قال الشافعي كلمه جميله، سئل قال ايستطيع يناقش الولد اباه؟ قال ولا مع نعليه، يعني ما يستطيع يتناقش مع نعل ابوه. كيف ابوه؟ هاي درجه قيمه او يعني الاحترام والتقدير تقريبا. نعم. لكن مو معناته ان اولياء الامور يعني معلش في الكلمه وانا اعتذر يخورونها. لا تخورها مع ولدك، خليك صديق له. انا اتكلم عن الان المراهقين. اصعب درجه اولياء الامور هي درجه الطفوله لما يكون صغير، اللي هي لما يحبوا دكتوره، لما يحبوا او لما يمشي تو يمشي، هنا خطير الموضوع، لانه بيروح صوب الكهرباء بيصير ما ادري وين، وجربناها. صح، ما يقدر يسيطر عليه. اي نعم. وعند المراهقه هاي نعم. العمريتين هذيلا يعني بنعطي المايك حق الاستاذ اللي هو المذيع. ونحن بنستاذن بنصير نتعشى، حطونا عشاء. حطونا عشاء؟ نعم. ألف عافية. نتعشى وبعدين ألف عافية، والله نورتونا. دخلنا متاخرين، لكن والله السموحه منكم لانشغالنا. الله يسعدكم، وفرصة سعيدة، وأنا جدا جدا سعيدة بهاي المداخلات، وأنا سعيدة جدا أن دولتنا تحفة يعني تضم كوكبة رائعة الصراحة، دام في عقول مثل أخوي عمر ودكتور عدي ودكتورة إيمان وحتى سرى. يعني إحنا ما زلنا نناشد الحياة المستقرة، ما زلنا نناشد الحياة المستمرة. ومثل ما قلت وبرد عيد، والله العظيم لو رجعنا بس لسيرة النبي مثل ما أنت تقول والصحابة، يوم نلاقي الإجابات الشافية لكل المشاكل اللي تواجهنا. لكن للأسف أسهل شيء عند أولياء الأمور ما نعرف كيف نتصرف، كيف نتعامل. مثل ما قلت ونتفق وياك، مرحلتين تعتبر من أخطر المراحل عند الأبناء: مرحلة الطفولة اللي هي مرحلة إن أنت ما عارفة شو يريد وكيف يتعامل وياه، ومرحلة المراهقة اللي فيها تذبذب مشاعر وانفعالات وتطور جسماني. الطفل المراهق فيها ما عنده فيها بعد استقرار نفسي. هنا يحتاج أن الأب والأم يحتووه، ومثل ما أنت يا أب تريد حقوقك، لازم توفر حقوق هذا الابن عشان يكون في بينكم وبين بعض تواصل
نفسي وعاطفي واجتماعي مثل ما أنت تحب. ساعات احنا كمجتمعات عربية، تفكيرنا وتربيتنا السابقة تطمح ان يلا احنا ننتظر منهم الكثير، احنا يبناهم على هالدنيا عشان هم يسوون اللي احنا نريده. طيب انت شو عطيته؟ شو عززت فيه؟ شو منحته؟ اذا انت فاقد الشيء لا يعطيه. ما نقول بس الابناء متأثرين في هالزمن، لكن بعد بعض الأسر مثل ما قال أخوي عمر اي متمسكين بأفكار ممكن تكون فيها نوع من المغالطات أو الأخطاء أو حتى الغير مناسبة مع هالفترة. لذلك احنا لازم يعني أسرتي أنا عايشة غير عن سرى، غير عن عبد الله، غير عن دكتور عدي، فلازم احنا نراعي هالنقطة. الحالة النفسية لكل طفل كل مراهق تختلف من شخص لشخص، فأنا لازم بعد أراعي هالنقطة، ما أتعامل وما أعمم. يعني مثلا الحين أنا جيت مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي أو مع جيراني أو مع أختي ولده مثلا بطريقة معينة، يا شفته الأم مثلا ضربته أو عنفته أو جرحته بكلمة، أي أكرر هالشيء مع ابني خطأ، طبعا. لأن هذا الشيء بيترك تجربة سلبية. هالتجربة السلبية أنت يوم تي تكلمي أي حد من المراهقين يقول أبوي وأمي كانوا سبب عقدتي، أبوي وأمي اللي وصلوني لمرحلة أني أكون بهالصورة المتنمرة أو بهالصورة العدائية أو لكن إحنا نتمنى أن يوم يتكلم الابن يقول سبب وطاقتي واندفاعي وشطارتي وتميزي أبوي وأمي، لكن بطريقة أنت تكون راضي فيها عن نفسك، وهالشيء اللي إحنا نطمح له. زين، أنا عندي سؤال يقول إنه فاقد الأبوين شلون يكتسب هذه المعرفة؟ يعني شلون يوجه نفسه؟ يعني بعد ما هو فقد مثلا أب أو أم بحياته، شلون راح ياخذ كل هذا الكم الهائل من المعلومات القيمة، التوجيه، يعني شلون المسؤولية، شلون يعتمد على نفسه؟ يعني أنا ما بروح بعيد، أنا برد أقول ليش من واقع سيرتنا. الرسول عليه السلام ولد يتيما لكن وجد من يحتويه. ما زالت في حياتنا في ناس طيبة، يعني لا تقولي ما في ناس قلوبها رحيمة. ترى يقولش من أسوأ علامات الساعة نزع الرحمة من قلوب البشر. إذا ما نزعت يتعامل الإنسان يعني ليس بنوع من نوع الإنسانية، كأنه من نوع من أنواع المخلوقات الحيوانية عديمة المشاعر المسؤولية. لكن لو هي ترجعتي تشوف سبحان الله، الله حباه بمرضعة، الله حباه بعم بجد بغيره، بشخصيات، بزوجة صالحة كانت الأم والأخت والصديقة والسند في عملية الدعوة. حتى سبحان الله الحكمة من الله سبحانه وتعالى أنه لم يوكله رسالة الإسلام في سن صغيرة، غير ناضج، غير يعني واعي لما يصدره من قرارات. عندما وصل سن 40 تولى الرسالة، وهذا الشيء لحكمة. لابد احنا كأشخاص واعيين وفاهمين ومطلعين نعرف ان الكل مرحلة وقتها، فلا نسبق الأوان، لا نقتل الطفولة في أبنائنا وننتظر منهم يكون عندهم رصيد من الذكريات الطيب لنا. لذلك مثل ما أنت قلتي، في بعض الناس، بعض الأطفال، بعض المراهقين تفرض عليهم الحياة أو القدر أن يكونوا يعني يمكن ليس حتى هم موجودين بس ما منطيهم ذاك الاهتمام، ذاك الثقة. ممكن يكون هم في موجود في عايشين في الموضوع. نطاق الأسرة ولكن فاقدين نعم. للأب والأم، ويكونوا في أسر ولكن ليس موجود الأب فيها والأم. هنا بعض الأبناء سبحان الله إما أن يرسل لهم الله سبحانه وتعالى من يحتويهم، أو من يعني تكون مدركاتهم تسبق أوانهم. حتى أنت يعني تفاجئين في حوارش مع هذا الطفل أو هالمراهق إن كبر قبل أوانه. هي الحياة كذا كيفتها بالطريقة اللي يعيش فيها بهذه الأمور. وبقول لك نقطة جدا مهمة يا سارة، ساعات مش شرط، ليس مقياس نجاح أبنائنا بملازمة آبائهم.
ممكن ساعات وجود الآباء يكون سبب من أسباب دمارهم أو فشلهم، طريقة التعامل معهم. لذلك مثل ما قال أخوي عمر، الهداية من الله، دائما إحنا ندعي لهم بالهداية، دائما نتمنى الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق وأن يعصمهم عن الخطأ. هذا الشيء في حد ذاته راحة نفسية. يمكن بعض الناس يقول أنتم جدا مثاليين، أنتم جدا، لا إحنا مش مثاليين. إحنا ما بنقدر نغير الشعوب، لكن نقدر نغير أفكارها. الفكرة إذا كانت مناسبة ومريحة لك، تلاقي نفسك أنت تقبلتيها وبديتي تعملين بها، ومع التغيير تجدين الراحة، تجدين أن العالم نفسه، لكن بديتي تريه بعين إيجابية. وهذا الشيء حلو. مرة سمعت هل تريدين أن ترين العالم بعين النحلة أم الذبابة؟ الذبابة دائما ماذا؟ تتجه للأشياء القذرة، الأشياء الملوثة، لكن النحلة تبحث دائما عن كل ما هو جميل. دائما إحنا لو تلمسنا هذه النقطة في حياتنا، تأملنا مخلوقات الله، تأملنا نعم الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء عززنا مع أبنائنا، ستجدين إن إحنا زرعنا فيهم الثقة والقناعة والرضا والراحة النفسية. هذا الشيء يجعلك أنت كشخص راضية كل الرضا عن المسؤولية التي وكلت لك. طبعا ما شاء الله الوقت أخذنا، وأستاذ عبد الله السرومي تفضل ويانا على القسط إذا حاب تتكلم. يمكن أستاذ عبد الله مستمع بس ما شاء الله عليه، ويحب هو لأنه كونه باحث تراثي ورئيس جمعية المطاف للتراث والفنون والمسرح، فعلى أساس كذا دائما مهتم بالجانب الأسري، كل ما يتعلق بالأسرة، وهو متابع بصمت دائما، جزاه الله خير. طبعا أكيد تواصلين. تفضل أستاذة سورة. منورنا على كل حال، ومنورين كلكم، وطبعا التعليقات ما شاء الله ما تقدر ألاحق أقراها. المهم إحنا كلش داهمنا الوقت، واستمتعنا جدا مع المستشارة عائشة. طبعا نورتينا اليوم، وإن شاء الله باكر راح تكون ويانا كذلك حلقة جميلة، راح تكون معنا ضيفة في الصحة النفسية أكيد، يعني موضوع يكمل موضوع، يعني موضوع حلقتنا اليوم يكملها إن شاء الله موضوع الصحة النفسية باكر. لهنا وصلنا إلى ختام موضوعنا لهذا اليوم. نشكر جزيل الشكر الأستاذة عائشة البيرق بتواجدها ويانا، وكلامها عن دور أولياء الأمور في زمننا. وشكرا لكل شخص انضم ويانا عن اللايف وأدلى بدلوة وشاركنا معلومات قيمة. وأني كنت وياكم إن شاء الله يا ربي أكون خفيفة الظل وياكم، ومع مواضيعنا إن شاء الله تكون في ذات قيمة، يعني ضيف لكم إن شاء الله يا ربي. شكرا على التعليقات، شكرا لكل من دخل البث، وشكرا للمين على قناة مجلس ميديا. وإلك ما قصرت يا أستاذ عبد الله خلفان، تفضل. ما قصرت جزاك الله خير على هذه الحلقة الجميلة. المستشارة عائشة البيرق ما شاء الله عليك، يعني أتحفتينا صراحة، وإن شاء الله تكوني دائما متواجدة في قناة مجلس ميديا. نشكر الدكتور عدي أيضا ما شاء الله معنا من بداية الحلقة، ونشكر كل الناس اللي دخلت وطلعت وشاركت، وما لنا غنى عنكم إن شاء الله تعالى. وتعبنا الأستاذة كلش بأسئلتنا. لا والله بالعكس أنا سعيدة، وسبحان الله يعني في أي مجلس يذكر فيه علم دائما الملائكة تحفه، دائما يذكرهم الله يعني، ودائما يعني تلاقي البركة والخير فيه، لأن هدفنا في الأول وفي الأخير سبحان الله النصح والتوجيه والتوعية. وأنا أشكر أخوي عبد الله وأخوي خالد الشحي على ترشيحي بالتواجد. يمكن سبحان الله بعض المداخلات أو المواضيع مثل ما قلنا يمكن في الفترة هاي حاليا لأن توقيت مدارس والناس سبحان الله يعني منشغلة بموضوع أبنائهم الطلبة وغيره، لكن إن شاء الله الأيام القادمة بإذن الله
يكون في تواصل أكثر وفي دخول أكثر، لأن المواضيع دائما يعني لو كانت بسيطة لكنها تؤثر وتغير. شكرا على هذا التواجد، شكرا دكتور عدي، وشكرا أخوي عمر، وشكرا لكل الحضور، وشكرا للمعلقين. تحياتي لكم ولكل شخص حاب يتعلم ويغير ويطور ويخدم مجتمعه. شكرا لكم من القلب أقولها. أخذكم عاش البيرق وفرصة سعيدة، وأتمنى أكون دائما عند حسن ظن الجميع. بارك الله بوجودك فيكم. ويانا وتعبناك ويانا. إن شاء الله هذا ما يكون آخر لقاء. إن شاء الله مواضيعنا كثيرة وأكيد استضافاتنا كثيرة وياك. أكيد. شكرا لقبول الدعوة، وشكرا للكادر الجميل الأستاذ خالد الشحي، عبد الله خلفان، واللي ما ذكرتهم. شكرا جزيل الشكر لكل شيء، وشكرا لي خليتوني إنه أتحمل هاي المسؤولية، إنه أكون أنا المقدمة. شكرا. حبيناش هواية مرة هواية والله أنا أكثر سعيدة جدا بمعرفتك وتشرفت بحضرتك وبالجميع. شكرا لكل متابعاتكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو سواء دخولكم الجيست. تابعونا، راح نكون دائما وياكم مواضيع مختلفة، وممكن أنتم تطرحون إنها مواضيع مفيدة وتفيد الجميع. شكرا ومع السلامة. فرصة سعيدة. مع السلامة. نشكركم جميعا. طبعا تحيات المخرج خالد الشحي، وتصبحون على خير ومع السلامة. تحياتي لكم جميعا. موفقين دائما.